ما نجمش نحكي على التاريخ ونتعدى على اقوى تاريخ في العالم، تاريخ بلادي لانجلتير سامحني تونس، تاريخ بلادي تونس. وممكن احسن بيريود في تاريخ تونس نجم نحكي عليها هي بيريود العشرينات، البيريود اللي فيقوا التوانسه اللي تونس نتاعهم ولازم يبنيوها. وممكن احسن باز نتاع بني هو الفن. اليوم باش نحكي لك على البير سمامه الشكلي، اول مخرج سينمائي في تونس والافريق والموند عرب. غيرك الصاحبي حط في مخك لي تور ستوري. عام 1920 بعد وفاة الحرب العالمية الأولى فما شلة متاع توانسة لموا بعضهم وقالوا في عوض ما نحلوا طرح شكوبة في القهوة ولا نلعبوا طرح فري فاير خاطر بطبيعتها ما فماش ضوء، ايش رايكم نعملوا حزب بطبيعتها جديدة الحكاية ونسميوه الحزب الحر الدستوري. وعليش ليه؟ ما نطلبوش بحريتنا واستقلالنا ونناضلوا باش نبنيو تونس، واللي باش يصير يصير. المهم ولاد 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 ولادنا اللي هما نحنا يعيشوا منظمين ضامرين على الاخر الاولاد. وكان المؤسس نتاع الحزب هذايا عبد العزيز الثعالبي. زاد عام 1920 وفي بلاصه اخرى ما فيهاش ضوء في تونس فما مواطن تونسي يهودي اسمه البير سمامه الشكلي، واكتشف تكنولوجيا جديده توندونس في وقتها اسمها السينماتوغرافي، وقال هذه هي الحكايه اللي باش تخلي العباد تخمم وتعطيهم حريتهم وتخرج الكرياتيفيتي اللي فيهم. وذاك اش عمل سمامه وخرج اول فيلم صامت عام 1922 اسمه زهرة. فيلم يحكي على طفله طاحت مع بدو، يقتل بالضحك الفيلم كنت تتفرج فيه تو، اما في وقتها فاز على الاخر. وفيلم زهرة كان اول فيلم في تونس وفي افريقيا وفي العالم العربي، وقت اللي هما ما عندهم حتى شيء التوانسه قاعدين يخرجوا فيه افلام. واللو باش تعرف المورال اللي خلقوا سمامه في اول فيلم عملوا، اللي الممثل الرئيسي في الفيلم هي مرأة وهي زاده اللي كتبت الفيلم بنته هايدي. سمامة من أول فيلم خلق تصويرة أخرى للمرأة التونسية وعطاها حريتها اللي تبهت توا من بعد 100 سنة عام 2020 المرأة التونسية مازالت تتحكم على بدنها مش على مخ، بالرغم اللي عندنا أكثر من 200 حزب وتونس خذت الاستقلال. وكنت حاب تعرف أكثر عن الموضوع مامان تترقى اليوم في الديسكريبسيون. سمامة هو وعائلته دخلوا للإسلام ومن بعد توفى في تونس عام 1933. عبد العزيز الثعالبي قعد يناظر وتوفى عام 1944 في تونس زاد. وين اللو كان باش نختار ما بيناتهم الزوز نختارهم الزوز خاطر الاوبجيكتيف نتاعهم كان واحد واللي هو تونس، اما كل واحد بطريقته. وبالنسبه ليا الطريقه نتاع سمامه خير خاطر السينما فن والفن ايماجيناسيون، وانت كان توصل ترى روحك حر في مخك ما تستحق حتى ورقه تقول لك راك حر، وما ينجم حتى حد يقول لك عكس هذا ولا يحكم فيك لا بالكرتوش ولا بالقوه ولا حتى بالفلوس. وممكن على ذيك تونس هكا وباش تبقى ديما هكا خاطر مخاخنا هي اللي حاشيتها لنا وقت اللي الورقه موجوده. دونك في الاخر لازمك تعرف حاجه بركه ممكن تعاونك مادامك راكش في تونس، نصيحه من عندي انا اللي تخدم تتعب تخرى فيه. D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelle raison? Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complètement. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple